في لحظة واحدة مواقف كتير لقوى كبيرة في العالم اتبدلت والمعادلات اتغيرت، وفجأة أوروبا اللي طول عمرها بتمشي ورا السياسات الأمريكية بدأت تكسر القاعدة وتعلن اعترافها بالأراضي العربية واحدة ورا التانية. اللي لفت الانتباه إن بريطانيا نفسها خرجت من الصف، ومعها كندا وأستراليا ودول أوروبية تانية. وفي نفس الوقت لأول مرة البنوك المركزية العالمية ترفع اعتمادها على الذهب وتقلل حصتها من الدولار في الاحتياطات، وده معلن في تقارير رسمية مش مجرد كلام. العالم بقى قدام نظام جديد مش كله ماشي بوصاية أمريكية، وفي وسط ده كله ظهرت مصر بلعب دور المنصة اللي جمع العرب والأوروبيين وفتح مسار سياسي جديد خلى صورة أمريكا تتهز قدام حلفائها قبل خصومها. يا ترى إيه تأثير التحركات المصرية على الخريطة العالمية؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في الفيديو ده، فخليك متابع معانا للآخر. التحولات الأخيرة مش وليدة لحظة، كأنها نتيجة تراكم سياسي ودبلوماسي. اعتراف دول أوروبية بالأراضي العربية فتح الباب لموجة جديدة من الشرعية الدولية بعد سنين من الجمود. الخطوات دي ما كانتش هتظهر من غير ضغط من دول محورية في الإقليم، وعلى رأسها مصر اللي اختارت تتحرك بهدوء من خلال القنوات الدبلوماسية ومؤسسات الأمم المتحدة بدل الاكتفاء بالشعارات. مصر أوفدت وفد رسمي رفيع المستوى لاجتماعات الجمعية العامة علشان تدفع الملف للأجندة الدولية وتحول الاعترافات لموقف جماعي. واللي بيأكد ده إن الموقف الأوروبي اتغير بسرعة بعد مشاورات متواصلة مع القاهرة ودول عربية تانية قدرت تثبت إن أي حل لازم يكون بموافقة عربية مش بإملاءات من طرف واحد. بالتوازي كان في تحول اقتصادي بيكشف ضعف النفوذ الأمريكي. الدولار فقد جزء من الثقة كبوابة وحيدة للاحتياطات العالمية، والبنوك المركزية اتجهت لزيادة حيازاتها من الذهب. الإحصاءات الأخيرة من صندوق النقد الدولي بتأكد إن 2024 شهد أعلى معدل شراء ذهب من البنوك المركزية من 50 سنة. الاتجاه ده مش ضد عملة بعينها، لكنه بيعكس خوف حقيقي من الاعتماد على مصدر واحد للقوة النقدية. مصر هنا ما اكتفتش بالمتابعة، لكن لعبت على التوازن بين الاقتصاد والسياسة. القاهرة قدمت نفسها كجسر بين العرب والغرب، وده خلاها محور في أي نقاش عن مستقبل القضية. قدرت تجمع مواقف خليجية وأوروبية في أرضية مشتركة وتبني تحالف مؤسسي بدل تحركات فردية. والنتيجة إن أصوات أوروبية بارزة لأول مرة بقت بتهاجم علنا فكرة الارتهان للقرار الأمريكي. طبعا في السوشيال ميديا بينتشر كلام كتير عن انهيار كامل أو خطة سرية، لكن اللي ثابت إن في إعادة تشكيل للعلاقات الدولية، وأمريكا لأول مرة بتخسر القدرة على فرض رؤيتها حتى على أقرب حلفائها. وده اللي بيقوده مش مجرد موجة غضب، لكنه تنظيم محكم شاركت فيه مصر بحساب ووعي. الرسالة اللي مصر بعثتها كانت واضحة، وهي إن الشرعية مش حكر على طرف واحد، والعالم يقدر يتحرك لو في إرادة جماعية. وده انعكس مش بس على ملف الاعتراف بالأراضي العربية، لكن كمان على مكانة القاهرة اللي بقت عنصر أساسي في أي مشهد سياسي جاي. في النهاية نقدر نقول إن مصر أثبتت إنها تقدر تغير معادلة دولية كاملة من غير ما ترفع صوتها، بخطوات محسوبة وبناء تحالفات عملية قدرت تخلي العالم يعيد النظر في ثوابته القديمة وتزرع واقع جديد عنوانه إن زمن الهيمنة المنفردة انتهى، وإن البديل لازم يمر عبر القاهرة.